بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين يا رب تكونوا بخير. طبعا احنا عملنا روتين النهارده. بدأت اعمل روتين، بدأت لميت الملابس كلها عشان اغسلها. طبعا السيد اخويا عايز الملابس بتاعته تتغسل. بصراحة أنا مش كنت فاضية، بقالي يومين وكده. وجت امي برضه عايزة الملابس تتغسل، وبصراحة الجو هي يعني ايه كل ساعة في حال كده، يعني هيمطر. قلت لا، ألم الملابس كلها اغسلها، يبقى كده ايه لميت الغسيل كلها وغسلته. طبعا لو الفيديو عجبكم اشتراك ولايك وشير، واحلى متابعين طبعا دخل على صفحة يوميات سهور في الريف. بنشكركم جدا جدا، وربنا يخليكم ليا وما تحرمش منكم العمر كله. طبعا ده الروتين يا جماعة. ساعة ما قمت على طول انا ببدأ الروتين عندنا على طول، سوا حمام سوا شقة. اذا طشت ولا عايزة حل، هي على طول بشيل من هنا اتحط هنا. بس بصراحة انا لسه مش غيرنا يعني، ليه انا برتاح في الغسالة ديت. اتعودنا عليها وحلوة يعني. من يمة التنظيف بتنظف كده بتتغسل يعني. البرميل بتاعها كبير وحلو، باخد يعني الكميات الغسيل كلها بتاخده. طبعا الكل غير لخلحنا، وفي ناس عندها البرميل يا جماعة. يعني في ناس عندها البرميل لحديت الآن وبتغسل عليها. أنا أكترية الناس المعرفة ليا أني عندهم البرميل. يقولوا لا، الغسالة الاوتوماتيك دي يا سورة احنا مش بنرتاح فيها. طب ليه يا جماعة؟ ده الناس دي غيرنا. قلت لها طب ما تجيبي لك واحدة يا بنتي اوتوماتيك يعني، بدل اتغيرت وفيها حاجة. قالت لا، هو احنا بنحب الغسالة دي. أم بتحبها واحنا بتحبها، يعني ايه تعودنا عليها بمعنى صح. رغم الاوتوماتيك حلو، انا بشوفها عند ناس برضو معرفة ليا برضو عندهم اوتوماتيك حلو، وناس عندها برضو البرميل. يعني حسب يا جماعة الناس اللي عايزة تغير دي براحتهم عامة، كل واحدة براحتها تغير تسيبها براحتها. بس انا من النوع اللي بحب الغسالة البرميل، يعني انا بحط فيها الكميات الملابس اللي انا عايزاها، وبصراحة بتنظف بطريقة رهيبة يعني حلوة خالص. بجيب بقى المسحوق اللي أنا عايزاه، برسيل، أوكس، أي حاجة مهما كان اللي أنا بستعمله بحطها في الغسالة. بصراحة بتبقى تحفة الغسالة دي. أنا مش بشكر فيها يا جماعة عشان هي عندي، لا والله، ده أنا هي حلوة عامة يعني. واكترية الناس اللي بتصلح الغسالات اوتوماتيك وبرميل عندهم اكتر الغسالات هي البرميل. بيقولوا احنا بنصلح البرميل اكتر من الاوتوماتيك. يعني في ناس كتير عندها البرميل. بسم الله ما شاء الله، والله العظيم كانوا حبة يعني غسيل النهارده تحفة بطريقة رهيبة كده. يعني خفاف حالا حالا كده، ربنا سهلها. وغسلت وخلصت وطلعت بقى اللي انا ايه عشان انشر. ما هو السيد اخويا بيقول يا سهير اغسلي لي الملابس بتاعتي عشان لو الدنيا مطرت ولا حاجه. قلت له حاضر يا سيد. هو بصراحه بقى له يومين بتحايل عليا، واخر بقى ما قلت لا يلا نتوكل على الله كده بقى ونقوم ايه نلم الغسيل كلهاته ونغسله. امال هعمل ايه يعني؟ ما انا كل يوم اقول بكره بعده. المهم انا ايه لميت الغسيل كلهاته وقلت اللي انا اغسل بقى. اه شفتوا، بتاخد الملي وبتاخد كل حاجة، بتاخد كميات كتيرة برضو. هي مش شوية يا جماعة، ده الغسالة دي حلوة خالص. يعني احط فيها اللي انا عايزاه، بدل بتقلب وسريع او البرميل كبير بحط فيه الغسيل لازم يشطف على طول بمية نظيفة. طبعا انا طلعت فوق يا جماعة، خدت جزازة مية وقلت بقى اللي انا ايه، انا تراب عشان اي حاجة، احنا في تالت دور. او طبعا السكة والعربيات والتراب جاي على البيت، يعني مش انفع لنا انشر كده على طول. اه بصراحة كانت الشمس بقى ايه حلوة خالص، وكنت يعني الشمس يعني ايه يا دوبك الجو كده والجو كده، يعني مش كان مظبوط. وفي بقى هوا حسب يعني الدنيا نضاف. انشر الغسيل على نظافة، مش انشرها كده زي ما انتوا يعني على طول كده، لا لازم انشرها على نظافة. الحبال عندي لازم تتغسل الاول، وابدا بقى اللي انا انشر زي ما انتوا شايفين كده. وبصراحة كان يوم جميل جدا جدا، واحلى روتين طبعا النهارده. روتين من اول اليوم كده كان جميل جدا، كله كله حيوية ونشاطة كده. صراحة مش عارفة اوصف لكم ازاي. بسم الله ما شاء الله، كانوا حبة غسيل حلوين خالص يعني. حتى اجى السيد اخويا المغرب من الشغل، ايه صور غسلته؟ قلت له ايوه يا سيد غسلته والله. نفذ النهارده كده على خير، وبكره ان شاء الله الم الغسيل. هو عشان في تيشيرتات تقيله وكده، ولازم التيشيرتات دي اول باول تتغسل كل حاجه والله يا جماعه. بس حلوه يعني، في يعني مش عارفه نغسل عليها. يعني اخويا بيقول لي يلا يا ساره عايزين نغير، قلت له والله اي حاجه، سوا برميل سوا كده اي حاجه اي غساله يعني، المهم نغسل وخلاص. نشرته كله هو زي ما انتم شايفين. وبصراحه كان يوم جميل جدا جدا.
انا صريحة في كل حاجة والله يا جماعة. الروتين عندي احسن من اي حاجة، احسن من اي حاجة بجد يعني. شفتوا كده انا خلصت النشرة اهوت زي ما انتوا شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. هو احلى روتين طبعا. اه، اللهم صل على حضرة النبي. مش باخد اي حاجة، الغسيل ما باخدش اي حاجة يا جماعة.